يوم في حياة عندها 20 سنة. النهاردة بدأت معاكم اليوم بالترتيب بالحاجات اللي أنا عملتها بالترتيب. أول حاجة غسلت أسناني، وأنا بحاول على قد ما أقدر الأيام دي مغسلش بشرتي الصبح بغسول لأنه كذا حد قال إن غلط. بعد كده صليت وشغلت أذكار الصباح، وأنا دايما بشغل الأذكار لو مشغولة ومش هقدر أقرأها الصبح. بعد كده يا جماعة أنا بعمل عادة غريبة جدا أو فيا طبع غريب جدا، أنا ما بعرفش أعمل حاجة في يومي طالما شعري مش متسرح. فأنا أول حاجة بعملها بعد إن أنا بخلص صلاة الصبح بسرح شعري على طول، ما بعرفش ابدا اليوم من غير ما اسرح شعري. وبعد كده بعمل الفطار. عملت فطار النهارده سهل وخفيف كده، سندوتش جبنه رومي سايحه وايس كوفي وخلاص. وبعد كده طلعنا لعبه جديده من اوردر الالعاب اللي كنا فتحناه سوا على يوتيوب. كنت بجد جايبه اوردر العاب حلو قوي وفتحته معاكم هناك في فيديو على يوتيوب، لو عايزين تشوفوه اللينك في البايو عندي في الاكونت. والالعاب كلها اخترتها ان هي تكون بتشتغل على ذكاء الطفل وان هي تنمي مهاراته، ما تكونش العاب تافهه خلاص. ودي لعبه منهم بصراحه تحفه، وقعدنا نشغلنا فيها حبه حلوين كده النهارده. كنت بلعب معاها علشان افهمها، هي كبيره قوي على سنها لان انا بنتي يعني لسه ما كملتش السنتين، وهي مكتوب عليها من اول 3 سنين، ولكن برضو يعني احسن من الالعاب التافهه وهتنفعها فيما بعد. خلصنا لعب بقى يا جماعه، ورحت لبست ونزلت علشان اشوف الالوان، وبجد يا ريتني ما نزلت يا جماعه، الموضوع طلع صعب قوي قوي. فانتوا لو عندكم اي اقتراحات لالوان كويسه اكتبوا لي تحت في الكومنت وانا هعمل برايكم، بس الوان تكونوا شايفينها على الطبيعه، لانه معظم الناس اللي اقترحت عليا الوان بتكون شايفاها على السوشيال ميديا وفي الفيديوهات، مش بتكون شايفاها على الطبيعه. وانا لما رحت وشفت الالوان يعني فانيلا لاتيه وبريز، الالوان دي منتشره قوي، لما رحت وشفتها على الطبيعه بجد بشعه وشكلها وحش قوي قوي، والبريز ده غامق قوي ولون بشع. بعد كده نزلت بقى جبت شويه حاجات كده افطر بيهم، يعني حاجات بسيطه قوي لان انا مش قاعده في البيت على طول بصراحه، وكمان ما بقتش اطبخ. يعني هتلاحظوا ان انا مش هيكش معاكم فقره الغدا لان انا ما بعملش اكل في البيت، انا بروح اكل عند ماما لانه بجد ما فيش وقت. كان عندي بقى شويه مواعين، ولاحظت يا جماعه كذا حد فيكم قال لي ان احنا بنحب فقره المواعين، فغسلت معاكم مواعين مع انها كانت كتير، يعني كانت تتحط في غساله الاطباق، ولكن قلت هغسلها معايا. بس دي كان اخر حاجه عملتها في اليوم. وبعد كده كافئت نفسي بقى بكوبايه ايس كوفي وديزرت انا بحبه. وخلص فلوج النهارده، اشوفكم في فلوج جديد، باي باي.